السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى الاكله في حله واحده، مش هتكلفك مواعين خالص ولا اي حاجه. معايا بصل ومعايا طماطم ومعايا قرن فلفل احمر، ده اختياري، ومعايا كمان فلفل روم. اختياري لانه مشطشط جدا، حباه مشطشطه حطيه، مش حباها عيني. ومعايا كيلو لحمه ملبسه. لحمه ملبسه دي تقولي للجزار انا عايزه لحمه ملبسه. الاكله دي ما بتنفعش الا اللحمه الملبسه. ملبسه يعني ايه يا ام محمد؟ يعني بتبقى مدربه لحمه بيضه على حمرا، حته اللحمه تبقى فيها حته بيضه وحته حمرا، نصها احمر ونصها أبيض. دي اللحمه الملبسه. ومعايا كمان حته ضره حلوه زي ما انتم شايفين في الحله كده. وهنزل بقى في الحله بارده، وهولع عليها النار وهسيبها بقى مع نفسها كده تبلي ميتها وتشرب. وهنا هقطع البصل والفلفل الاحمر والاخضر، ولما تنزل ميتها بقى خالص وتنشف زي ما انتم شايفين كده، هنزل بالبصل والفلفل الاخضر والقرن الاحمر ده، وهدبل بس البصل. تمام، هدبلها بس، مش هحمرها خالص. هي المفروض دي لحمه ني في ني. تمام يا حبايبي. هنحط بقى، ننزل بالطماطم. انا قطعتها، وقطع الطماطم مكعبات، قطعها بالطريقه اللي تعجبك. هي كده كده هتتهري خالص وهتعمل معاكي صلصه جميله جدا. هنزل بالطماطم زي ما شفتوا كده، وهقلبها كلها في بعضيها. وهنا بقى انا مش هحط توابل ولا هحط ملح ولا هحط اي حاجه دلوقتي خالص، لما تتسبك معايا وهوريكم التوابل اللي انا هحطها. هي كده دبلت اهيت شويه، ونزلت الطماطم ميتها، وهسيبها برضو خالص لما تتسبك معايا والبصل يدوب والطماطم تدوب، وتبقى صلصه جميله زي اللي شفتوها في اول الفيديو. تمام يا ام محمد. هغطيها ونسيبها تتسبك. وهنا بقى الطماطم زي ما قلت لكم اتهرست خالص، والبصل مش باين لهم اثر خالص اهو. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي الجميله، والتوابل هتبقى توابل ناعمه مش خشنه، لان دي غموس انت هتغمزي بيها. تيجي تغمزي بقى تلاقي الحاجه في بقك خشنه. لا، انا هحط التوابل بتاعتي كلها ناعمه. بهارات لحمه وتوم وبصل وفلفل اسود، وكمان هحط معلقه بابريكا اهو، وربع معلقه قرفه، ودي هتوديلك الطبخه في حته تانية خالص. والريحه يا جماعه، الريحه ما اقولكمش على الريحه. الله الله الله، طبخه جميله وحلوه وسهله وبسيطه. وكمان في حله واحده، مش هتكلفك مواعين بقى ولا تغسلي مواعين ولا اي حاجه. هو كله في حله واحده. اتسبكت هنا بقى خالص. طبعا لو عايزه ميه معاكي بتسقسقي لها بقى شويه بشويه لحد اللحمه بتاعتك ما تدخل على سوا. انا هنا اللحمه بتاعتي قربت تستوي اهي. خرطت 4 حبايات بطاطس صغيرين كده متوسطين، غسلتهم ونقعتهم في ميه وملح، وهنا هنزل بيهم في الصلصه بتاعتي. هحيق بقى الطبخه بتاعتي بالملح، وده اخر حاجه، عشان طبعا اللحمه ما بحط لهاش الملح في الاول عشان ما تعوقش في السوا. تمام يا ام محمد. وهنا الطبخه بتاعتي بقى استوت، واللحمه بقت هريسه كده، جميله 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 وتحفه. والبطاطس كمان استوت اهي، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بألف هنا وشفا للي اكل، وبألف هنا وشفا اللي تشوف الوصفه وتعمل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اعملوا لي لايك وشير، ولو اول مره تشوفي قناتي ادعميني باللايك والشير واشتركي فيها. ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اتفضلوا معانا يا جماعه. بألف هنا وشفا للي اكل، وبألف هنا وشفا اللي هتشوف الوصفه وتجربها وتعملها. أكلة تحفة وجميلة وريحتها مالية البيت. الله 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 على الجمال. اتفضلوا معانا. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استودعكم الله، أشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.